شبكة رواد التمام تقدم ليالي وهذا اليوم الذي فيه حفظنا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على أفضل الصلاة والسلام. نستعرض مادة الجغرافيا والدراسات البيئية لطلاب الشهادة السودانية ممتحني مادة الجغرافيا ليوم غد إن شاء الله بإذن الله تعالى. نستعرض بمراجعة الصف الأول والصف الثاني للطلاب الممتحنين الشهادة السودانية. نبدأ مباشرة بمراجعة الصف الأول والصف الثاني، الصف الأول والصف الثاني، ونبدأ مباشرة بخريطة جمهورية السودان. جمهورية السودان، بما يخص جمهورية السودان أبتدي مباشرة بحدود الدول التي تحيط بجمهورية السودان. عندي من الدول جمهورية مصر العربية، جمهورية ليبيا، دولة تشاد، دولة أفريقيا الوسطى، دولة إفريقيا الوسطى، دولة جنوب السودان، دولة جنوب السودان، عندي دولة أثيوبيا، دولة أثيوبيا، بالإضافة إلى دولة أريتريا. حدود جمهورية السودان: مصر، ليبيا، تشاد، إفريقيا الوسطى، إفريقيا الوسطى، إفريقيا الوسطى، جمهورية جنوب السودان، أثيوبيا، أريتريا، مصر. نبدأ بتوضيح بعض المدن داخل جمهورية السودان. عندي مدينة الدامر، مدينة الدامر وهي عاصمة ولاية نهر النيل. عندي دنقلة عاصمة الولاية الشمالية. عندي الجنينة، الجنينة عاصمة غرب دارفور. نيالا عاصمة جنوب دارفور. الفاشر عاصمة شمال دارفور. عندي الأبيض عاصمة شمال كردفان. كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. نرجع البحر الأحمر: بور سودان عاصمة ولاية البحر الأحمر. القضارف، القضارف، كسلة، كسلة. أهم المدن عندي في السودان، أهم المدن في جمهورية السودان: الفاشر، الأبيض، الجنينة، نيالا، كادوغلي، القضارف، الدامر، بنقلة، مدينة كسلة، مدينة بورتو السودان، مدينة بورتو السودان. أشوف الجانب الثاني، مراجعة الصف الأول والثاني. أهم الأسئلة عندي: مناطق الصمغ العربي في السودان. مناطق الصمغ العربي في السودان بتبدأ أساسا سؤال بيجي لطلاب الشهادة السودانية، يقول الطالب تحدث بإيجاز، تحدث بإيجاز عن الصمغ العربي في السودان، في الصمغ، عن الصمغ العربي في السودان. أول معلومة بذكر الطالب: مساهمة الصمغ العربي، اللي هو الصمغ العربي يساهم في التجارة الدولية بنسبة 80%. يساهم الصمغ العربي بنسبة 80% في التجارة الدولية، في التجارة الدولية. دي مساهمة الصمغ العربي. أهم مناطق إنتاج الصمغ العربي في السودان اللي هي مناطق غرب السودان: أخوف دارفور وكردفان وضفاف النيل الأزرق، ضفاف النيل الأزرق. ينتج الصمغ العربي من شجرتي الهشاب والطلح، ينتج من شجرتي الهشاب والطلح. أهم الأسواق للصمغ العربي، أهم الأسواق عندي الجنينة، أهم الأسواق الجنينة. 2 القضارف،
عندي سنار، دي أهم الأسواق للصمغ العربي في جمهورية السودان. الطالب بيجي سؤال بيقول تحدث بإيجاز عن الصمغ العربي في السودان. الطالب يذكر يساهم الصمغ العربي ب80% في التجارة الدولية. أهم مناطق الإنتاج دارفور، كردفان، ضفاف النيل الأزرق، ينتج من شجرتي الهشاب والطلح. أهم الأسواق الجنينة، القضارف، سنار. السؤال خاص بالصف الثاني. 2. صناعة السكر في السودان. صناعة السكر في السودان. صناعة السكر في السودان. بدأت صناعة السكر في السودان. أرجع الخريطة مرة ثانية أوضح مصانع السكر في السودان. عندي 1 مصانع السكر في السودان. عندي بداية صناعة السكر في السودان كانت في مدينة الجنيد، أي في الجنيد، ثم عام 1960 ثم أنشئ مصنع خشم القربة في عام 1965 ثم أنشئ مصنع شمال قرب سنار عام 1973 ثم أنشئ مصنع عسلاية ثم مصنع كنانة، ويعتبر من أكبر المصانع في الشرق الأوسط. نرجع مرة ثانية من الأول. بداية السكر كانت في الجنيد، بداية السكر في الجنيد، ثم خشم القربة. طالب يركز معي في المعلومات دي ويسجل المعلومات دي. خشم القربة مصنع الثاني على مستوى السودان في عام 1965 خشم القربة، والجنيد قلنا 1960. ثم مصنع شمال غرب سنار، مصنع شمال غرب سنار، وده طبعا أنشئ فيه المصنع عام 1973. ثم مصنع عسلاية، ثم مصنع كنانة، ويعتبر من أكبر المصانع في الشرق الأوسط مصنع كنانة. أسجل المعلومات على السبورة مرة ثانية. نمشي. قال لي صناعة السكر في السودان. بدأت صناعة السكر في السودان. بدأت صناعة السكر في السودان عام 1960 بالجنيه. ركز معاي، سجل المعلومات يا أستاذ. 2. ثم مصنع خشم القربة، وطبعا كان عام 1965. ثم مصنع شمال غرب سنار، وده عام 1973. ثم مصنع عسلاية، ثم مصنع كنانة، ويعتبر من أكبر المصانع في الشرق الأوسط. كنانة من أكبر المصانع في الشرق الأوسط. السؤال المطروح: ما هي الأسباب التي أدت إلى اختيار هذه المواقع؟ لماذا اختير منطقة الجنيد؟ لماذا اختيرت منطقة خشم القربة؟ لماذا اختيرت منطقة شمال غرب سنار؟ لماذا اختيرت منطقة عسلاية ثم منطقة كنانة لإنشاء مصانع السكر؟ أرجع دي لبعض الظروف الخاصة بالمحصول، لأنه المحصول محصول مداري، بالتالي المحاصيل المدارية لا بد من توفر 3 شروط. الشرط الأول لنمو ونجاح زراعة قصب السكر في السودان لا بد من توفر أراضي الخصبة. 2. لا بد من توفر مياه الري. 3. لا بد من وجود درجة حرارة عالية. 3 شروط أساسية لزراعة وإنتاج قصب السكر. 1. المحصول مداري، ولا بد من توفر الشروط الآتية: 1. درجة حرارة عالية. 2. توفر مياه الري. 3. خصوبة التربة.
خصوبة التربة. 3 شروط أساسية لا بد من توفرها لنجاح زراعة محصول قصب السكر. السؤال بيجي كالآتي: لماذا تم اختيار هذه المواقع؟ الطالب حيذكر 3 نقاط. النقطة الأولى: 1 درجات الحرارة، 2 توفر مياه الري، 3 خصوبة التربة. ده بما يخص جمهورية السودان. في بعض الأسئلة الأخرى الخاصة بجمهورية السودان، مثلا في تمارين النشاط بيقول للطالب في سين 1 علل الآتي. علل للآتي: أصبحت أو علل لتربية الماشية، علل لتربية الماشية في وسط السودان. علل لتربية الماشية في وسط السودان. ما هي الأسباب التي أدت إلى نجاح تربية الماشية في وسط السودان؟ السبب رقم 1 اللي أدى إلى تربية الماشية في وسط السودان، السبب رقم 1 بيرجع لتوفر المراعي الطبيعية. توفر المراعي الطبيعية. 1 توفر المراعي الطبيعية. السبب رقم 2 اللي هو قال لي وجود السوق المستهلك. حقول السوق المستهلك سبب رئيسي أدى لتربية الماشية في وسط السودان. السبب رقم 3 قال لي عدم وجود ذبابة التيسي التي تسبب مرض النوم. في 3 أسباب رئيسية أدت إلى نجاح تربية الماشية في وسط السودان. إبدا جمهورية السودان غطينا فيها 3 أسئلة. السؤال الأول كان بخص الصمغ العربي، السؤال الثاني كان بخص صناعة السكر في السودان، الجانب الثالث اللي هو غطيت فيه تربية الماشية في وسط السودان مع ذكر بعض المدن والدول المجاورة لجمهورية السودان. أرجع للصف الأول مرة ثانية وأناقش الخريطة الكنتورية لأنه من الأسئلة المضمونة في الامتحانات وبتنبني على فكرة الطالب وفهم الطالب للخريطة الكنتورية. أرجع الخرائط مرة ثانية. طيب أرجع الخريطة الكنتورية مرة ثانية. ومن ضمن الأسئلة الواضحة في الخرائط الكنتورية استعراض عام لحد ما أمسك أي نقطة بالتفصيل. استعرض استعراض عام للخريطة الكنتورية اللي هو أول سؤال بيطرح للطلاب في الخرائط الكنتورية. بيقول للطالب مثلا حول مقياس رسم الخريطة إلى مقياس كتابي. حول مقياس رسم الخريطة إلى مقياس كتابي. لما نقول له حول إلى مقياس كتابي، الطالب أول حاجة ينظر لنوع المقياس اللي هو موجود هنا، والمقياس بيقول لي 1/100,000. المقياس عندي 1/100,000. أتمنى من الكاميرا تقرب الرقم الرياضي الخاص بمقياس الرسم اللي هو 1/100,000. حول 1/100,000 إلى مقياس كتابي. ونوع المقياس هنا عندي في الخريطة هو عبارة عن مقياس نسبي. قال لي حول إلى مقياس كتابي. أرجع السبورة عشان يتم تحويل المقياس. عندي 1/100,000 ونوع المقياس مقياس نسبي. قال لي حول هذا المقياس إلى مقياس كتابي. الطالب لابد عند تحويل المقياس النسبي إلى مقياس كتابي لابد الجسم على كم؟ على 100,000. لابد الطالب يقسم على كم؟ على 100,000. قانون ثابت عند تحويل السنتيمتر إلى كيلومتر. عند تحويل السنتيمتر إلى كيلومتر لابد الطالب شرط أساسي يقسم على 100,000. مثلا أقسم على 100,000. اختصار عادي للصار مع الأصفار، الصفرين مع الصفرين. 1 سنتيمتر يمثل 1 كيلو متر. ناخذ مثال ثاني عشان الطالب يتأكد من المعلومة أو يثبت المعلومة. عندي 1/300,000 وده نوعه أيضا نسبي. قال للطالب حوله لكتابي. أنا أدي معلومة، عندي كلمة كتابي أو كلمة لفظي
أو كلمة مباشر. الثلاثة عبارات عبارة واحدة، ثلاثة عبارات عبارة واحدة. كلمة كتابي لفظ مباشر، كلمة كتابي لفظ مباشر، حاجة واحدة. فيقوم الطالب مباشرة يقسم على 100,000، القسم على 100,000، يقسم الطالب على 100,000، الثلاثة أصفار مع الثلاثة أصفار والصفرين مع الصفرين، يبقى 1 سنتيمتر يعادل 3 كيلو مترات. ده التحويل، ده التحويل. مرات يجي سؤال ثاني في التحويل، بيقول الطالب عبر عن المقياس، عبر عن المقياس بطريقتين، عبر عن المقياس بطريقتين أخريين. يعني عندي مثلا 1 إلى 400,000، قال لي عبر عنه بطريقتين ثانية، يعني عبر عنه معناه تحول إلى المقاييس الأخرى، حول المقاييس الأخرى. حيكون الطالب التحويل 1 إلى أو 1 على 400,000، وده نوعه كسري، نوع المقياس هنا شنو؟ كسري. 1 على 400,000 الطالب عبر عنه من نسبي حوله لشنو؟ لكسري، من نسبي حوله لكسري. أعبر عنه بطريقة ثانية اللي هي طريقة مباشر أو لفظي أو كتابي. يقول 1 على 400,000 أو 1 إلى 400,000 على 100,000 إلى 100,000. يشيل الطالب عادي الأصفار مع الأصفار، صفرين مع الصفرين، يبقى 1 سنتيمتر يمثل 4 شنو؟ كيلو متر. وكده الطالب يكون عبر، حول لكسري وحول لشنو؟ لمباشر أو لفظي أو كتابي. أرجع السؤال رقم 2 في الخرائط الكنتورية مرة ثانية. عندي السؤال قال لي مثلا في الخرائط الكنتورية، يقول الطالب أحسب المساحة التي تغطيها المنطقة. سؤال ثابت في كل الامتحانات، يقول الطالب أحسب المساحة التي تغطيها المنطقة، أحسب المساحة التي تغطيها المنطقة. منتهى البساطة للطالب، الطالب ما داير مجهود كثير. الطالب يجيب المسطرة بتاعته، يقيس الطول، يقيس الطول مثلا جاءه 3 سنتيمتر، يقيس الطول مثلا جاءه 3 سنتيمتر، يقيس العرض مثلا جاءه 2 سنتيمتر. القانون بتاع المساحة بيقول شنو؟ بيقول الطول في العرض في مقياس الرسم تربيع، بيقول الطول في العرض في مقياس الرسم شنو؟ تربيع. أرجع السبورة مرة ثانية أنفذ التطبيق. طيب يا أستاذ خليك معاي. ألغى السؤال، بيقول للطالب أوجد المساحة التي تغطي خريطة المنطقة. الأسئلة اللي قاعد نطرح فيها دي أسئلة صالحة لأي خريطة كنتورية، يعني ما قاصدين خريطة كنتورية بعينها، أي خريطة كنتورية بغض النظر عن إنه يسمى شنو، دي طريقة الأسئلة بتاعتها. ويفترض أي طالب يفهم صح ويطبق على أي نوع أو أي مسمى من الخرائط الكنتورية. الأسئلة باختصار ما خاصة بخريطة معينة. نرجع مرة ثانية، بيقول الطالب أوجد المساحة التي تغطيها الخريطة أو خريطة المنطقة. القانون بتاع المساحة بيقول الطول في العرض في مقياس رسم تربيع، الطول في العرض في مقياس رسم تربيع، الطول في العرض في مقياس رسم تربيع. ده قانون ثابت. الطول في الخريطة فرضا قلنا 3 سنتيمتر، والعرض فرضا 2 سنتيمتر، والمقياس عندي 1 سنتيمتر يمثل 1 كيلو متر. وقال لي تربيع معناته حاضرة في 1 في 1، حاضرة في 1 في 1 في 1 في 1، لأنه قال لي تربيع، يعني لأنه ذكر كلمة تربيع. يبقى حقول 3 في 2 في 1 في 1. عملية رياضية بسيطة اللي هي 3 في 2 ب6، 6 في 1 ب6، و6 في 1 ب6. خليك بسيط عادي في الامتحان وامشي خطوة خطوة يكون أفضل لك. يبقى المساحة 6 شنو؟ كيلو متر. منتهى البساطة، أي طالب يفترض قانون زي ده يكون في راسه. أوجد المساحة تساوي الطول في العرض في مقياس رسم تربيع. الطالب لما يقول لك كلمة مساحة، لما يقول الطالب كلمة مساحة يفترض الطالب يكون حافظ القانون في راسه. النقطة رقم 2، مرات بيقول الطالب أوجد الطول فقط، لا قال لي المساحة
ونقل العرض، قال أوجد الطول. لما نقول لي أوجد الطول، القانون بتاعي بيقول لي الطول في مقياس الرفع، الطول في مقياس الرفع، الطول في مقياس الرفع، بدون كلمة تربيع، بدون كلمة تربيع، لأنه أنا عندي مقياس الرسم إذا كان تربيع في المساحة حاقسم التربيع ده لاثنين، حادي الطول حقه وأدي العرض حقه، حلقى إنه الطول شايل مقياس رسم شنو؟ واحد. يبقى عندي 3 في 1 بتعادل 3 كيلو متر. إذا طول الخريطة يساوي 3 شنو؟ كيلو متر. مرات بيقول للطالب أوجد العرض، أوجد العرض. لما نقول للطالب أوجد العرض بتاع الخريطة، أوجد عرض الخريطة، أوجد العرض. العرض الطالب يقول العرض في مقياس الرفع بدون كلمة تربيع، العرض في مقياس الرفع بدون كلمة شنو؟ تربيع. اللي هو العرض عندي كم؟ 2 في 1 بتساوي 2 كيلو متر، 2 كيلو متر. الطالب يلاحظ السؤال من البداية مرة ثانية. لو قال للطالب أوجد المساحة التي تغطيها الخريطة، الطالب قانون ثابت يقول الطول في العرض في مقياس الرسم تربيع، الطول في العرض في مقياس الرسم تربيع. ولو قال للطالب أوجد الطول فقط بتاع الخريطة، الطالب يركز لشكل السؤال، ركز لشكل السؤال. بيقول كلمة الطول، حيقول الطول في مقياس الرسم بدون كلمة تربيع. لو قال لي العرض في مقياس الرسم، في شرط أساسي، لا بد المقياس بتاع الخريطة يكون مقياس مباشر في عملية إيجاد المساحة أو إيجاد الطول أو إيجاد العرض. لا بد المقياس يكون مقياس مباشر، أي لا بد من تحويله إلى كيلو مترات. أرجع مرة ثاني الخريطة الكنتورية لطبيعة السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 بيقول الطالب جد مثلا اتجاه أي نقطة من النقطة الأخرى. مثلا هنا عندي في الخريطة، أتمنى من الكاميرا تقرب النقطة دي، سؤال سين 2 جد اتجاه النقطة ش من مدينة وين؟ جبيت. جد اتجاه النقطة ش من مدينة وين؟ جبيت. فرضا أنا عندي هنا مدينة وين؟ جبيت. عندي هنا مثلا مدينة جبيت، عندي مثلا مدينة جبيت، وعندي هنا مثلا النقطة ش. الطالب قانون ثابت لابد يرتكز في الاسم الثاني البعد من الاسم الثاني البعد من الطالب يرتكز فيه اللي هي مدينة وين؟ جبيت. لابد الطالب يرتكز في الاسم الثاني اللي هي بعد النقطة شنو؟ بعد النقطة مين؟ يرتكز في كلمة شنو؟ جبيت، ويعمل فيها سهم الشمال. ولا بد الطالب يركز في الخريطة الكنتورية لاتجاه الشمال، لا بد تركز في اتجاه الشمال موجود في الخريطة ولا ما موجود. إذا كان الخريطة الكنتورية فيها سهم شمال أوكي، إذا كان ما فيها اتجاه شمال الطالب يعمل اتجاه الشمال لوحده، ده قانون ثابت. واتجاه الشمال طبيعيا يكون متجه إلى وين؟ إلى أعلى، يكون متجه إلى وين؟ إلى أعلى. يبقى هنا عندي ارتكزت في النقطة الثانية اللي هي كلمة جبيت، وعملت فيها العلامة، كتبت كلمة شين شمال، وهنا جنوب، ومن هنا شرق، ومن هنا كلمة شنو؟ غرب. ارتكزت في الاسم الثاني جبيت، وضحت فيه سهم الشمال، وضحت فيه غير اللي هو الغرب، جيم جنوب، غاص شرق. ارتكز في نقطة الالتقاء هنا اللي هو نقطة الالتقاء هنا اللي هو جبيت، وارسم خط مستقيم بالمسطرة إلى وين؟ إلى النقطة شين. طوالي حتطلع للطالب الإجابة اللي هو شين تقع بين الجزء الشرقي أو الشمالي الشرقي. إذا النقطة شين من مدينة جبيت تقع في الاتجاه الشمالي الشرقي. الطالب ارتكز في النقطة الثانية بعد كلمة من، الاسم الثاني بعد من، ارتكز في الطالب يوضح فيه اتجاه الشمال واتجاه الجنوب والشرق والغرب. ومن نقطة الالتقاء هنا، من نقطة الالتقاء الطالب يرسم خط مستقيم إلى النقطة الأولى المراد الاتجاه فيها، حلقاها مثلا تقع في الجزء الشمالي الشرقي. ده قانون ثابت في مادة الجغرافيا في الخريطة الكنتورية من الأسئلة الثابتة في الامتحانات. يبقى ده السؤال الثالث في الخريطة الكنتورية، السؤال الثالث في الخريطة الكنتورية. أرجع مرة ثانية وأوضح السؤال في سين 3. قال للطالب سمي الانحدارات ألف باء جيم دال. قبل ما أسمي الانحدارات يفترض يتم شرح كلمة انحدار. أرجع السبورة مرة ثانية.
عندي الانحدارات، نخلي بالنا الانحدارات، وأي خريطة كنتورية هيكون فيها سؤال خاص بالانحدارات. أي خريطة كنتورية بقول للطالب سمي الانحدارات. وأنا عندي مثلا ألف، عندي الانحدار المحدب. الانحدار المحدب، ركز معي حبة يا أستاذ. الانحدار المحدب في تعريفه من خلال خطوط الكونتور، ممكن الطالب يوضح الانحدار المحدب. انحدار محدب هو الذي تتغارب فيه خطوط الكونتور، 300 400 500 600 700 800. هو الذي تتغارب فيه خطوط الكونتور في المناطق المنخفضة. تتقارب خطوط الكونتور في المناطق المنخفضة وتتباعد في المناطق المرتفعة. تعريف انحدار محدب عارفه على السبورة عشان تقدر توضح على الخريطة الكنتورية. الكلام لما الطالب يفهمه على السبورة من السهولة يطبقه في الخريطة الكنتورية. عندي كلمة انحدار محدب تتغارب فيه خطوط الكونتور في المناطق المنخفضة وتتباعد في المناطق المرتفعة. يبقى ده تعريف كلمة انحدار محدب. شوف أنا داخل الخريطة الكنتورية بعرفه كيف. داخل الخريطة الكنتورية الطالب مثلا ادوه خريطة كنتورية بالشكل ده، ده توضيح لخرائط الكنتور. وتعريف كنتور هي خطوط وهمية تربط المناطق ذات الارتفاع الواحد، دي كلمة كنتور. إذا كان لاحظت مثلا هنا 300 400 500 600 700، هنا خطوط الكنتور اتقاربت في المناطق المنخفضة واتباعدت في المناطق المرتفعة. اتقاربت هنا في المنخفضة واتباعدت وين؟ في المرتفعة. يبقى انحدار زي ده بطلق عليه كلمة انحدار ماله محدب. انحدار ماله محدب. عكس طوالي مباشرة الانحدار المقعر. والطالب الواعي، الطالب الممكن يستفيد، ممكن يعكس طوالي انحدار محدب عكس طوالي انحدار مقعر. حنفذ نفس الكلام. تتباعد خطوط الكونتور حتكون شنو؟ تتباعد خطوط الكونتور في المناطق المنخفضة وتتقارب في المناطق المرتفعة. تتقارب في المناطق المرتفعة اللي هو تعريف انحدار مقعر. هنا عندي 300 400 500 600 700 800. تعريف الانحدار المقعر تتباعد خطوط الكونتور في المناطق المنخفضة وتتقارب في المناطق المرتفعة. تتقارب في المناطق المرتفعة بطلق عليها كلمة انحدار مقعر. انحدار مقعر. أمشي جانب ثاني. النوع الثالث الانحدارات. النوع الثالث الانحدارات عندي الانحدار السلمي. الانحدار السلمي هو الذي تتغارب فيه خطوط الكونتور ثم تتباعد ثم تتغارب ثم تتباعد ثم تتغارب وهكذا. 2 مسافة 2 مسافة 2 2 مسافة 2 مسافة 2. لما ألقى شكل زي ده الطالب يكتب عليه انحدار ماله سلمي. أما شكل زي ده انحدار محدب. شكل زي ده تتقارب في المنخفضة تتباعد في المرتفعة. تتقارب في المنخفضة تتباعد في المرتفعة. المقعر تتباعد في المنخفضة تتقارب في المرتفعة. وده تعريف كلمة انحدار مقعر. سلمي تتغارب في خطوط الكونتور ثم تتباعد ثم تتقارب ثم تتباعد ثم تتقارب. لما تتقارب بطلق عليه انحدار شديد. لما تتباعد بطلق عليها كلمة انحدار ماله خفيف. هنا شديد هنا خفيف شديد وهكذا. يبقى السلم ده انحدار سلمي. طلاب الأعزاء فاصل ونواصل. وزرعنا جودنا طول الليالي وهذا اليوم قدنا. طيب الطلاب الأعزاء نطبق على الخريطة الكنتورية مباشرة. نطبق على الخريطة الكنتورية مباشرة. نرجع على الخريطة الكنتورية. طيب عندي الانحدارات ليس من انحدارات ألف باء جيم دال. عندي الانحدار ألف قلنا تتقارب في المنخفضة وتتباعد في المرتفعة بطلق عليه انحدار ماله محدب. يبقى ألف انحدار محدب. نشوف بقى قلنا لما نلقى 2 2 2 تتقارب تتباعد بسميه انحدار ماله سلمي. انحدار
سلمي. لما ألقى تتقارب في المرتفعة وتتباعد في المنخفضة بصل عليه كلمة انحدار مقعر. انحدار مقعر. انحدار مقعر. أما المسافات متساوية بين خطوط الكونتور بصل عليه كلمة انحدار ماله منتظم. انحدار منتظم. انحدار منتظم. يبقى دي الانحدارات ألف باء جيم دال. ألف محدب، باء سلمي، جيم مقعر، عندي دال منتظم. دال منتظم. نمشي من خرائط الصف الأول اللي الخريطة الكنتورية وخريطة السودان، نمشي مباشرة إلى الجزئية الثانية اللي هي خاصة بالمدرجات الحرارية. المدرجات الحرارية لإيجاد كمية المطر السنوي والمدى الحراري، والسؤالين ثابتات في كل الجزئية دي اللي بيقول للطالب أحسب كمية المطر السنوي، ومرات بيقول للطالب أحسب المدى الحراري. نرجع السبورة مرة ثانية عشان نوضح للطلاب. عندي السؤال في سين واحد. سين واحد بيقول للطالب أحسب كمية المطر السنوي. أحسب كمية المطر السنوي. لما نقول الطالب أحسب كمية المطر السنوي في قانون ثابت لابد من التركيز عليه، اللي هو جمع عدد المربعات المظللة. جمع عدد المربعات المظللة بتديني كمية المطر ياته السنوي. لما نقول للطالب في سين 2 أحسب المدى الحراري. قانون المدى الحراري يفترض أي طالب يكون حافظ قانون المدى الحراري. وقانون المدى الحراري هو الفرق بين أعلى وأدنى درجة حرارة خلال السنة. هو الفرق بين أعلى وأدنى درجة حرارة خلال السنة. ده تعريف كلمة المدى الحراري. نرجع الورقة مرة ثانية ونركز على المدرج الحراري ونبدأ بالسؤال سين أحسب كمية المطر السنوي. نرجع للمدرج الحراري مرة ثانية. بيقول الطالب أول سؤال عندي أحسب المدى الحراري. أحسب المدى الحراري منا تقريبا توضيح بعض الظاهرات على شنو؟ على الخريطة وعلى الورقة. أحسب المدى الحراري. المدى الحراري قلنا هو الفرق بين أعلى وأدنى درجة حرارة خلال السنة. الطالب يركز في جزئية واحدة اللي هي الطالب عاين لهذا الخط، وهذا الخط اسمه خط تساوي درجات الحرارة. الطالب يشوف أعلى نقطة وصل لها الخط وين؟ ناقص أدنى نقطة وصل لها الخط. أعلى نقطة ناقص أدنى نقطة. أعلى نقطة وصل لها الخط ناقص أدنى نقطة وصل لها الخط. والطالب لابد من ملاحظة بعض الأشياء. عندي هنا درجات الحرارة بالفهرنهايت. منا توضيح هذه الظاهرة. درجة الحرارة بالفهرنهايت. توضيح درجة الحرارة بالفهرنهايت. عندي هنا الأمطار بالبوصات. عندي في الرسمة تحت شهور السنة: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. دي اسمها شهور السنة. نرجع للسؤال مرة ثانية. قال الطالب يعاين لأعلى نقطة وصل لها الخط ناقص أدنى نقطة وصل لها الخط، ولا بد الطالب يقرأ بدرجات الحرارة بالفهرنهايت. درجات الحرارة بالفهرنهايت. أعلى نقطة عندي كم؟ الطالب يقرأ بجاي اللي هي عبارة عن شنو؟ 80. أعلى نقطة وصل لها الخط اللي هي 80. طالب يقول 80 لأنه هو الفرق ناقص أدنى نقطة اللي هي كم؟ 70. الطالب الإجابة 10 درجة شنو؟ فهرنهايت. 10 درجة شنو؟ فهرنهايت. ولا بد من تمييز بكلمة شنو؟ كلمة شنو؟ اللي هي كلمة فهرنهايت. 80 ناقص 70 بيساوي 10 درجة فهرنهايت، وده يعتبر المدى الحراري. بما يخص السؤال 2 أحسب كمية المطر السنوي. قلنا الطالب اجمع عدد المربعات المظللة. ولا بد من وجود بعض الملاحظات. إنه الطالب يلاحظ لأنه المربع بعادل كم؟ أنا عندي هنا المربع الكامل 2 بوصة، لأنه الأمطار بالبوصات 2 4 6 8 وهكذا. المربع الكامل 2 يبقى نصه كم؟ 1. ودي هنا أعظم مولى الطلاب بيغلطوا في النقطة دي، إنه المربع الكامل 2 النص كم؟ 1. تعال نجمع مع بعض
والجمع يكون عادي. أرجع معاي مرة ثانية من الشاشة. طيب أحسب كمية المطر السنوي: 1 زائد 2 زائد 5 زائد 7 زائد 8 زائد 5 اللي هو 1 2. هنا عندي كم؟ 5. عندي هنا كم؟ 7 زائد كم؟ 8 زائد كم؟ 5. المربع الكامل 2 نصه 1. لما ألقى تفضيل نص معناته الرقم 1. التفضيل كامل 2، التفضيل كامل مربع كامل معناته 2. جمع عادي: 1 زائد 2 زائد 5 زائد 7 زائد 8 لأنه مظلل 4. مظلل تفضيل كامل كم؟ 4. هنا عندي التفضيل واصل 5 مربعين زائد نص مربع، يبقى الكامل كم؟ 5. 5 يبقى بجمع المربعات دي كلها بتجيني 28 شنو؟ بوصة. ولا بد من توضيح كلمة بوصة لأنه اسم الأمطار بالبوصات. أرجع مرة ثانية. السؤال عندي في 4: ما اسم هذا النوع من المناخات أو ما هذا النوع من المناخ؟ هذا المناخ هو مناخ السافنة. مناخ السافنة اللي هو المناخ المداري الموسمي. السافنة اللي هو المناخ الموسمي المداري الموسمي. أرجع مرة ثانية. السؤال عندي في 5: اذكر مدينة سودانية يمكن أن تتصف بهذا النوع من المناخ. ممكن أقول ملكال أو الروسيرس أو الدمازين. ملكال أو الروسيرس أو الدمازين تتمتع بمناخ السافنة أو المناخ المداري الموسمي. أرجع السؤال 6: ما اسم هذا النوع من الرسومات؟ هذا النوع من الرسومات أطلق عليه محطة مناخية أو صندوق مناخي أو مدرج تكراري. 3 مسميات، 3 مسميات لهذا الرف. الاسم الأول أطلق عليه محطة مناخية، محطة مناخية. 2 صندوق مناخي. 3 مدرج تكراري. ما سبب؟ عندي بعض الأسئلة تجاوب الطالب من الرسومات. يعني في بعض الأسئلة تجاوب الطالب من الرسومات. مثلا بيقول للطالب: ما هي أكثر الشهور من حيث الأمطار؟ طبعا بشوف أكثر حتة مظلمة عندي وبنزل تحت بقرا شهور السنة حيبقى شنو؟ سبتمبر. أقل الشهور فيها مطر اللي هو مايو وصل 1 بوصة. الإجابات دي بيجاوب الطالب على حسب فهمه ونظرته لشنو؟ للرسومات البيانية أو المدرج التكراري. يعني أكثر حتة تكون مظلمة هي تعني شنو؟ بتعني إيجاد كمية مطر. مرات بيسأل الطالب يقول: ما هو سبب انخفاض الحرارة في شهر سبتمبر؟ ما هو سبب انخفاض درجة الحرارة في شهر سبتمبر؟ الطالب بمنتهى البساطة حيقول هطول الأمطار. هطول الأمطار هو سبب انخفاض درجات الحرارة. أرجع الجزئية الثانية اللي هو عندي الباب الأول: الاستشعار عن بعد أو مقدمة في قراءة وتفسير الصورة الجوية والفضائية. وده باب يمثل 25 درجة للطالب الممتحن الشهادة الثانوية. وأبدأ بأهم رسمة عندي اللي هي آلات التصوير الفوتوغرافي. آلة التصوير الفوتوغرافي. آلات التصوير آلات التصوير الفوتوغرافي. آلات التصوير الفوتوغرافي. وده أي طالب يركز عليه حبة هذه الرسمة اللي هي عندي بتتكون من 1 صندوق الفيلم، 1 صندوق الفيلم، صندوق الفيلم. 2 مخروط العدسات. رسمة مهمة جدا أي طالب يركز عليها. مخروط العدسات، صندوق الفيلم، مخروط العدسات. عندي عجلات الدفع، عجلات الدفع. وعندي أيضا مجموعة العدسات، مجموعة العدسات. عندي تعريف صندوق الفيلم. صندوق الفيلم هو صندوق، نرجع السبورة مرة ثانية نوضح هذه المصطلحات، نوضح هذه المصطلحات. وأي طالب لابد يركز على الأجزاء. الأجزاء هنا عندي عجلة التموين، أطلق على العجلة الأولى عجلة التموين. العجلة الثانية عجلة الاستلام، عجلة الاستلام. عندي هنا الفيلم، عندي صندوق الفيلم. لو قال للطالب عرف صندوق الفيلم، عرف صندوق الفيلم. هو صندوق مصنوع من الورق أو البلاستيك، صندوق مصنوع من الورق أو البلاستيك يحفظ الفيلم في داخله من ضوء الشمس، يحفظ الفيلم في داخله من ضوء الشمس. الجانب الثاني إنه طوله 60 متر وعرضه 24 سنتيمتر. الطالب يسجل المعلومات
لأنه عايزين نغطي جزئية كبيرة من المادة. عندي قلنا هو صندوق مصنوع من الورق أو البلاستيك يحفظ الفيلم في داخله من ضوء الشمس. طوله 60 متر وعرضه 24 سنتيمتر، يعطي 250 صورة. حجم الصورة 23 سنتيمتر في 23 سنتيمتر. ده صندوق الفيلم. الجانب الثاني عندي مخروطي العدسات. وتعريف مخروط العدسات هو عبارة عن النتوء الموجود في مقدمة أجهزة التصوير. النتوء الموجود في مقدمة أجهزة التصوير بطلق عليه كلمة مخروطي العدسات. عنده مهمتين. المهمة الأولى منع وصول الضوء إلى الفيلم. المهمة الأولى منع وصول الضوء إلى الفيلم. منع وصول الضوء إلى الفيلم. 2 أدوات ترشيح الضوء. 2 احتواء نظام العدسات. 2 احتواء نظام العدسات وأدوات ترشيح الضوء. ده مخروطي العدسات. تعريف مخروط العدسات. الطالب يركز في الجزئية لأنه ممكن السؤال يجيك يقول لك سمي الأجزاء. سمي الأجزاء المشار إليها بالأرقام. أي رقم رياضي، أي رقم رياضي. عندي مخروط العدسات. مخروط العدسات هو نتوء موجود في مقدمة أجهزة التصوير يقوم بمهمتين. المهمة الأولى منع وصول الضوء إلى الفيلم. منع وصول الضوء إلى الفيلم. 2 احتواء نظام العدسات وأدوات ترشيح الضوء. أرجع للجانب الثاني اللي هو عندي الجانب ده وصف عليه كلمة الفالق. الفالق. وما هو تعريف كلمة الفالق؟ الفالق هو الوحيد. الفالق هو الوحيد بيكون في شكل بتاع نقاط زي دي، نقاط زي دي بين عدستين بطلع عليه كلمة فالق. كلمة فالق هو الوحيد الذي يسمح بمرور الضوء إلى الفيلم. هو الوحيد الذي يسمح بمرور الضوء إلى الفيلم. كلمة الفالق. كلمة الفالق. بيجي فين الفالق؟ بيجي من مخروطي العدسات أو مجموعة العدسات. فتعريف كلمة مجموعة العدسات قال أي جهاز تصوير لا بد له من مركز بؤري ثابت يرتبط بالعدسات. أي جهاز تصوير لا بد له من مركز بؤري ثابت يرتبط بالعدسات أو عدسات ترتبط بمركز بؤري ثابت يعرف باسم الفالق. باسم الفالق. عنده مهمتين. المهمة الأولى قال لي يقوم بعملية القفل والفتح حسب الفترة المطلوبة والمحددة. حسب الفترة المطلوبة والمحددة. أرجع مرة ثانية. عندي ثاني تعريف كلمة الفالق قلنا هو الوحيد الذي يسمح بمرور الضوء إلى شنو؟ إلى الفيلم. أتمنى من الطلاب تسجيل المعلومات الخاصة بآلات التصوير الفوتوغرافي والرجوع إلى كتاب الجغرافيا لتوضيح بعض الأشكال الخاصة. وأرجع الطالب لرسمة مهمة جدا اللي هي مكونات نظام الاستشعار عن بعد. مكونات نظام الاستشعار عن بعد. ومن أهم الأسئلة في هذا الباب عندي إيجاد مقياس الصورة الجوية. إيجاد مقياس الصورة الجوية. أرجع السبورة مرة ثانية لتوضيح هذه الأشكال. عندي قانون مقياس الصورة الجوية في جزئية خاصة بالباب الأول. مقياس الصورة الجوية. مقياس الصورة الجوية قال لي بيساوي المسافة على الصورة الجوية على المسافة الحقيقية على شنو؟ على الأرض. مسافة على الصورة الجوية على المسافة الحقيقية على الأرض. أي طالب لابد يكون حافظ هذا القانون لأنه قانون مهم جدا لأنه بتبدأ بحل أي مسألة بتاعت مقياس صورة جوية. وبكون واضح معاك إنه ما في امتحان بتاع الشهادة السودانية بيجي مار بدون إيجاد مقياس الصورة الجوية. والمسألة بتعادل 5 درجات في الامتحان. والله أي طالب يشيل الدرجات على حسب الشرح اللي حيتم على شو؟ على السبورة. آخذ مثال وأطبق على القانون لأنه ما فيها شرح كثير. مثال وأطبق على القانون. سؤال واضح بيعادل 5 درجات للطالب الممتحن الشهادة السودانية. السؤال قال لي إذا كان البعد، ده مثال واحد. إذا كان البعد بين نقطتين
إذا كان البعد بين النقطتين في صورة جوية 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، ونفس البعد بين نقطتين في خريطة طبوغرافية 10 سنتيمتر، 10 سنتيمتر، أوجد مقياس الصورة الجوية إذا علمت أن مقياس الخريطة 1 سنتيمتر يعادل 2 كيلو متر. بمنتهى البساطة طالب طوالي يبدأ مباشرة في حل المسألة مباشرة يطبق القانون. أرجع القانون مرة ثانية. عندي مقياس الصورة الجوية، مقياس الصورة الجوية بيساوي مسافة على الصورة الجوية على المسافة الحقيقية على شنو؟ على الأرض. أجي أطبق القانون أشوف المسافة على الصورة الجوية، ده بدل ألفاظ أحول لأرقام، باختصار ده بدون ألفاظ أحول لأرقام شنو؟ رياضية. أشوف كلمة مسافة على صورة جوية هنا وأخذ الرقم بتاعها، أشوف المسافة الحقيقية على الأرض وأخذ أرقامها. عندي المسافة على الصورة الجوية أقرأ عادي، إذا كانت بعد من نقطتين في صورة جوية كم؟ 5. تبقى المسافة على الصورة الجوية كم؟ 5. أطبق القانون. عندي 5 على المسافة الحقيقية على الأرض. طبعا في حاجة ثابتة، المسافة الحقيقية على الأرض ما حيديها للطالب طوالي مباشرة، لكن في طريقة طالب انقضاء المسافة الحقيقية على شنو؟ على الأرض بتساوي بعد الخريطة في مقياس الخريطة. قانون ثابت، بتساوي بعد الخريطة في مقياس الخريطة. بعد الخريطة عندي كم؟ 10. 10 في شنو؟ في مقياس الخريطة اللي هو 1 سنتيمتر يعادل 2 كيلومتر، وإذا كان لاحظت دي كيلومترات، هنا سنتيمترات، هنا شنو؟ سنتيمترات. يبقى لابد من تحويل الكيلومتر إلى شنو؟ سنتيمتر. لابد من تحويل الكيلومتر ليه؟ سنتيمتر. أحول كيف يا أستاذ؟ تضرب في 100,000 قانون ثابت. تضرب في كم؟ في 100,000 قانون ماله ثابت. حتكون 10 في 200,000. 10 في 200,000 اختصر عادي، عملية رياضية بسيطة اللي هو على نفسها في 1 هنا في كم؟ في 2. عندي الرقم كم؟ 1 ضرب عادي، 2 في 0 ب 0. طلع على راحتك، ده مستقبل. 2 في 0 0 0 فاصلة 20 2 0 0 4. إذا مقياس الصورة الجوية 1 إلى 400,000 أو 1 على 400,000 أو 1 على 400,000. دي مسألة ب5 درجات في كل الامتحانات بتاعت الشهادة الثانوية، يعني هدية للطالب الممتحن الشهادة السودانية. أرجع مرة ثانية ولبعض الأجزاء الثانية اللي هي الخصائص الأساسية في تفسير الصورة الجوية. خصائص الأساسية في تفسير الصورة الجوية. أتمنى أي طالب يرجع عليها، اللي هي مذكورة عندنا في الكتاب: النسيج، الظل، النسيج، وعندي 2 الظل، النمط درجة اللون، عندي أيضا النمط الشكل، الحجم، الظل. دي كلها عبارة عن الخصائص الأساسية في تفسير الصورة الجوية. أي طالب يرجع عليها ويذاكرها كويس وراجعها كويس. أرجع مرة ثانية بدل الصف الأول أو الباب الأول، أرجع لجانب ثاني خاص ببعض الأسئلة في الجغرافيا الاقتصادية. نرجع مرة ثانية. عندي بعض الأسئلة خاصة بالصورة الجوية. قال لي أذكر 2 من خصائص الصورة الجوية. أذكر 2 من خصائص الصور الجوية. أول خاصية عندي للصورة الجوية الرئيسية ذات مقياس ثابت ودقيق. ذات مقياس، خصائص الصور الجوية الرئيسية ذات مقياس ثابت ودقيق. دي خاصية للصورة الجوية ذات مقياس ثابت ودقيق. 2 لا تحجب الظواهر المرتفعة. أتمنى من الطالب يسجل العبارة دي عنده. الرجوع لكتاب مادة الجغرافيا، الباب الأول: خصائص الصور الجوية والصور المائلة. الصور الجوية والصور المائلة. الخصائص، أي طالب لابد يخط الخصائص فين؟ في راسه. الجانب الثاني قال لي أذكر، نرجع طوالي بعد ده، جانب ثاني اللي هو خاص
بالتكتلات الاقتصادية على مستوى العالم. طيب نواصل في التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم. التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم، أبدأ بأول تكتل عندي اللي هو منطقة التجارة التفضيلية. منطقة التجارة التفضيلية اللي هو الكوميسا. منطقة التجارة التفضيلية اللي هي الكوميسا، اللي هي دول شرق وجنوب إفريقيا. نوضح بعض الأسئلة على السبورة. نوضح بعض الأسئلة على السبورة. اللي هو عندي مثلا يجيك سؤال يقول تحدث عن منطقة التجارة. تحدث عن منطقة التجارة التفضيلية. منطقة التجارة التفضيلية اللي هي دول الشرق وجنوب إفريقيا. شرق وجنوب إفريقيا. الدول التي تنضم تحت هذا اللفظ دول محددة على مستوى العالم، اللي هي مثلا جيبوتي، دولة جيبوتي. اثنين عندي دولة مدغشقر. عندي أيضا الصومال، دولة الصومال، بالإضافة إلى زامبيا، دولة زامبيا، وزيمبابوي ومصر والسودان وكينيا. وهذه الدول أساسا يطلق عليها منطقة التجارة التفضيلية. طبعا تأسست عام 1982. انضم السودان لهذا التكتل في عام 1993 وتهدف إلى تكوين اتحاد جمركي وفرض التعريفة الجمركية موحدة. تكوين اتحاد جمركي وتعريفة جمركية موحدة. لكن هناك بعض المشاكل التي واجهت هذا التكتل. توجد بعض المشاكل التي واجهت هذا التكتل. واحد من ضمن المشاكل قال لي عندي كلمة الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء. مشاكل خلافات السياسية بين الدول الأعضاء. اثنين قال لي نقص معدلات التنمية. نقص معدلات التنمية دي من الأسباب التي أدت إلى فشل قيام الكوميسا، أو دي المشاكل التي تواجه الكوميسا. عندي ثلاثة، ارتفاع حجم الديون لهذه الدول، والذي يصل إلى كم؟ الذي يصل إلى 4.4 مليار دولار سنويا. يبقى دي سوى مشاكل الكوميسا 3 مشاكل. واحد الخلافات السياسية، اثنين نقص معدلات التنمية، 3 ارتفاع حجم الديون. تكتل رقم 1 اللي هو منطقة التجارة التفضيلية أو دول الشرق وجنوب إفريقيا، أو بما يعرف بلفظ الكوميسا، كنية لاسم الكوميسا. الطالب يتوقع سؤال يقول الطالب تحدث عن الكوميسا أو عرف لفظ الكوميسا. يبقى الطالب طوالي مباشرة يقول تأسست عام 1982. تأسست 1982. انضم السودان 1993. تهدف إلى تكوين اتحاد جمركي وتعريفة جمركية موحدة بحلول عام 2004. المشاكل الخلافات السياسية، نقص معدلات التنمية، ارتفاع حجم الديون. أرجع مرة ثانية للخريطة وأوضح التكتل رقم 2 اللي هو النافتة أو منطقة التجارة لدول الشرق وجنوب إفريقيا، أمريكا الشمالية. يطلق عليها كلمة النافتة. لفظ النافتة. والنافتة بتضم 3 دول. من ضمن الدول عندي المكسيك، عندي 2 الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دولة كندا. الولايات المتحدة الأمريكية زائد كندا زائد دولة المكسيك. الدولة لفظ النافتة. قالوا في الامتحانات تجي للطالب يقول سمي هذا التكتل. سمي التكتل اسمه النافتة أو منطقة التجارة لدول شمال أمريكا. منطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا أو لفظ النافتة. اتأسست 1994. تضم كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية. عندهم 3 أهداف أساسية لأي تكتل عنده أهداف هذا التكتل. 1 قال لي ضم نصف الكرة الأرضية بحلول عام 2005. هدف أساسي للنافتة ضم نصف الكرة الأرضية بحلول عام 2005. 2 قال لي فرض التعريفة جمركية موحدة لكل السلع المستوردة. فرض تعريفة جمركية موحدة لكل السلع المستوردة. 2 إلقاء الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء. 2 إلقاء الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء. بيجي الطالب ممكن عادي يورد سؤال يقول الطالب عرف كلمة النافتة. الطالب يقول تأسست 1994
تضم كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى ضم نصف الكرة الأرضية بحلول عام 2005، إلقاء الرسوميات الجمركية. أرجع للتكتل 2، الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي وهذا أساسا بادرته بدأت بمجموعة البنلوكس. نرجع السبورة مرة ثانية لتوضيح هذه الظاهرة أو هذا الاسم للتكتل الاقتصادي. اسم التكتل الاقتصادي اللي هو الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي. البداية بتاعت الاتحاد الأوروبي، البذرة بتاعته كانت عام 1948. دي البذرة بتاعته، دي البداية بتاعته، ده أساسه 1948. وطبعا بدأ بمجموعة أطلق عليها كلمة البنلوكس. مجموعة البنلوكس. مجموعة البنلوكس. لو جاني سؤال في الامتحان قال لي عرف مجموعة البنلوكس أو ما المقصود بكلمة البنلوكس. البنلوكس هي أساسا دول بلجيكا، هولندا، ولكسمبرغ. الثلاثة دول دي مع بعض أطلقوا على نفسهم كلمة شنو؟ بنلوكس. وهي أساسا تهدف إلى تكوين اتحاد جمركي. اتحاد جمركي. المعلومات اللي قدامي 1 2 3 تعني تعريف مجموعة البنلوكس. مجموعة 1 بنقول تأسس عام 1948، يضم بلجيكا وهولندا ولكسمبرغ، يهدف إلى تكوين اتحاد جمركي. دي مجموعة البنلوكس. رئيسة الاتحاد الأوروبي. ثم بعد ذلك أطلق لفظ الاتحاد الأوروبي عام 1993. أطلق لفظ الاتحاد الأوروبي في عام 1993 بموجب اتفاقية أطلق عليها اتفاقية مستر يخت. اسم الاتفاقية اتفاقية مستر يخت. اتفاقية مستر يخت أطلقوا عليها كلمة الاتحاد، أطلقت لفظ الاتحاد الأوروبي. في سؤال مهم جدا في الاتحاد الأوروبي ممكن يقول الطالب ما هي أهم بنود اتفاقية روما؟ ما هي أهم بنود اتفاقية روما؟ أهم بنود اتفاقية روما بندين. 1 تكوين المجموعة الاقتصادية الأوروبية. سجل طالب، سجل هذه المعلومة. اتفاقية روما في الاتحاد الأوروبي ما هي أهدافها؟ 1 تكوين مجموعة الطاقة. تكوين مجموعة الطاقة النووية الأوروبية. 2 تكوين المجموعة الاقتصادية. تكوين المجموعة الاقتصادية الأوروبية. دي أهم بنود اتفاقية روما. 1 تكوين مجموعة الطاقة النووية الأوروبية. تكوين مجموعة الطاقة النووية الأوروبية. 2 تكوين المجموعة الاقتصادية الأوروبية. اتفاقية روما بتخص الاتحاد الأوروبي. أرجع مرة ثانية خريطة العالم لتوضيح بعض الظاهرات. عند التكتل منتدى التعاون الاقتصادي بين دول آسيا والباسيفيك. منتدى التعاون الاقتصادي بين دول آسيا والباسيفيك. منتدى التعاون الاقتصادي بين دول آسيا والباسيفيك تأسس عام 1989. 1989 يضم الولايات المتحدة الأمريكية و15 دولة من النمور الآسيوية زائد دولة اليابان. زائد دولة شنو؟ اليابان. الجانب الثاني انتقل لبعض الأجزاء الأخرى اللي هو أتكلم عن المحاصيل الزراعية. هتكلم عن محصول القمح اللي يوجد وين؟ في أستراليا، ونوع القمح هنا محصول القمح. الجانب الثاني عندي محصول البن في قارة آسيا محصول الأرز. المحيط الأطلسي. أرجع لجانب ثاني أتكلم عن أهم المعادن على مستوى العالم. المعدن الموجود في أمريكا الجنوبية في هذا الجزء هو معدن النحاس. في دولة شيلي. النحاس في دولة زامبيا. وين؟ زامبيا. البوكسايت في دولة جامايكا. وين؟ جامايكا. الأنهار الميسيسيبي. كولورادو. نهر السند. نهر وين؟
السند، وهذا النهر هو نهر وين؟ الجانج. نهر السند نهر وين؟ الجانج. عندي النهر الموجود هنا هو عبارة عن نهر شنو؟ الكنغو. نهر وين؟ الكنغو. أما النهر الموجود هنا هو عبارة عن نهر شنو؟ الأمازون. نهر وين؟ الأمازون. الأنهار مرة أخرى كولورادو. نهر وين؟ كولورادو. نهر وين؟ كولورادو. والنهر الموجود هنا نهر الميسيسيبي. نهر وين؟ الميسيسيبي. والنهر الموجود هنا هو نهر الأمازون، أشهر الأنهار على مستوى العالم. أشهر الأنهار على مستوى العالم. الجانب الثاني نهر الكنغو. نهر الكنغو أو بما يسمى زايري. وهذا النهر الموجود هنا هو عبارة عن نهر السند، والنهر الموجود هو عبارة عن نهر الجانج. أرجع المرتفعات الجبلية أو المرتفعات، عندي هنا طبعا جبال أورال. جبال أورال. جبال أورال. والجبال الموجودة هنا هي عبارة عن جبال شنو؟ الأبلاش. جبال الأبلاش. والجبال الموجودة هنا عبارة عن جبال شنو؟ الروكي. جبال وين؟ الروكي. أرجع لتوضيح بعض الظاهرات الأخرى. الحيوانات عندي طبعا الجزيرة الموجودة هنا هي عبارة عن نيوزيلندا. ونيوزيلندا تعتبر أكبر دولة في العالم. أكبر دولة في العالم لتصدير لحوم الضان. دولة نيوزيلندا أكبر دولة على مستوى العالم لتصدير لحوم الضان. أرجع لجزئية مرة ثانية. الباب الثالث المشكلات العالمية. الباب الثالث المشكلات العالمية. جزئية بسيطة. أهم الأسئلة في هذا الباب. أهم الأسئلة في هذا الباب. عندي أول سؤال: مشكلة تزايد عدد السكان وتمدد المدن. السؤال: ما هي المشكلات التي نتجت عن تزايد عدد سكان المدن وتمددها؟ 1. الضغط الاستهلاكي على الموارد البيئية. الضغط الاستهلاكي على الموارد الطبيعية أو الموارد البيئية. 2. الضغط على موارد المياه العذبة. 2. الضغط على موارد المياه العذبة. 3. التوسع على حساب الأراضي الزراعية. التوسع على حساب الأراضي الزراعية. السؤال اللي بعده 2. ما هي الآثار السالبة لتمدد المدن وتركز السكان؟ الطالب يركز في هذه الأسئلة. 1. ما هي الآثار السالبة لتمدد المدن وتركز السكان؟ عندي 1. السكن العشوائي. وما هو تعريف كلمة السكن العشوائي؟ أحياء حول المدن يائسة للغاية. أحياء حول المدن يائسة للغاية تفتقد للخدمات الضرورية. تفتقد للخدمات الضرورية. 2. تفشي الجريمة والعطالة وانتشار الأمراض. تفشي الجريمة والعطالة وانتشار الأمراض. السؤال اللي بعده: ما هي الأسباب التي دفعت أهل الريف بالهجرة إلى المدينة؟ ما هي الأسباب التي دفعت أهل الريف بالهجرة لوين؟ إلى المدينة. 1. توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. 2. ارتفاع مستوى الدخل المعيشي. 3. زيادة الدخل. 3. زيادة الدخل. أسباب رئيسية أدت ودفعت أهل الريف للهجرة لوين؟ إلى المدينة. 1. توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. 2. ارتفاع مستوى الدخل المعيشي. 3. زيادة الدخل. 3. زيادة الدخل. السؤال اللي بعده: ما هي الحلول في نظرك التي يمكن أن تقلل من ظاهرة الانتقال من الريف إلى وين؟ إلى المدينة. ما هي الحلول؟ 1. توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. 2. إنشاء مشاريع تنموية في بيئة الريف. 2. إنشاء مشاريع تنموية في بيئة الريف. 3. ربط الريف بالعاصمة بوسائل نقل سريعة حتى يتمكن من المواطن للرجوع سريع إلى وين؟ إلى البيئة. 3. السؤال اللي بعده: معلومة. عندي معلومة تقول إنه 50% من سكان العالم 50% من سكان العالم يعيشون في المدينة، وقد تصل إلى 75%. 20 من الأراضي في اليابان الزراعية سكانية، و16% من أراضي بريطانيا ما له سكانية. 20% من أراضي بريطانيا ما له سكانية. 20% من أراضي بريطانيا سكانية. الطلاب الأعزاء، أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن شاء الله من الموفقين بمشيئة الله سبحانه وتعالى. في أمان الله.